السلام عليكم. معاكم مطبخ اسماعيل ان شاء الله باذن الله. النهارده هنعمله الايس كريم. معانا كوبايه لبن، ومعايا ايس كريم جاهز اهو. على فكره في مكوناته كلها وبيتباع عند الحلويات. ودول 3 معالق من النشا، نص كوبايه ميه. تمام. انا دلوقتي هضيف المكونات كلها مع بعض. هضيف اللبن على البارد. على البارد طبعا. هضيف عليه نص كوبايه الميه. اللي عايز يعمله باللبن خالص يعمله. وهضيف عليه 3 معالق نشا. 3 معالق النشا. طبعا حطينا النشا ماشي زي ما انتوا شفتوا كده في الاول. وهضيف عليهم ربع معلقه كوبايه سكر. هقلبهم على البارد. تمام. وبعدين هنرجعوا تاني هنعملوا ايه، نشوف هنعملوا ايه مع بعض. يلا هنقلبهم كده على النار احنا واقفين لغايه ما يجمد معانا، ونرجع لكم تاني. اهو زي ما انتوا شايفين ده النشا مع اللبن مع الاضافات اللي احنا ضفناها ومع السكر. شايفين القوام؟ هو كده بقى تمام قوي. ماشي. هنشيله من على النار وهروح دلوقتي نضربه تاني. هنعمله الايس كريم مع كريم شانتيه. هنحط نص كوبايه اللبن. ما عنديش مضرب انا اللي هو الكهرباء، خلينا صراحه مع بعض زي ما انتم شايفين كده. وهضيف عليه كريم شانتيه، وهضيف عليه الايس كريم الجاهز. على فكره الايس كريم الجاهز دوت مسكر بالفانيليا بتاعته بكله، عشان كده انا ما كترتش السكر لما عملت النشا. هنسمولاه كده وهنضربوه مع بعض. بصوا يا جماعه بعد ما ضربناه ده ايه؟ ده الكريم شانتيه مع الايس كريم. تمام. احنا سايبينه في الخلاط زي ما هو. كريم شانتيه وايس كريم، صح، ضربهم على بعض. تمام. هنضيف عليهم اللي احنا عملناه، اللي هو ده. اللي هو ده لبن وايه نسيت. ده اللبن والنشا لبن ونشا وسكر. والسكر والميه اهو زي ما انتم شايفين، اللي هو النشا واللبن. احنا كده ضربناهم في بعض اهو. تمام. هنصبهم في العلب قدامكم اهو يا جماعه. بعد ما ضربناه في الخلاط هنخلوا النص ده كده اللي هي ايه، ايس كريم حليب. تمام. ودول هعملهم تاني في الخلاط زي ما انتم شايفين مع اهو. كاكاو. كنت مدوب 3 معالق صغيرين كاكاو مع شويه لبن. تمام. هضيفهم. دوم هنا يبقى النص التاني زي ما انتم شايفين اهو. يبقى ده فانيليا وده شوكولاته. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين. هبدا اغطيهم واغطي التانيه وهدخلهم في الفريزر. من يعني من الاحسن المفروض يقعدوا من من الاحسن بالليل ليهم ان هم للصبح. يبيتوا لتاني يوم ان شاء الله. اه. تمام. فاحنا هندخلهم دلوقتي الفريزر. تمام. وبعد ما نيجي ان شاء الله نكمله هنوريكم ازاي ايه الخطوه الاخيره للايس كريم. بصوا يا جماعه احنا رجعنا تاني بعد ما عملنا الايس كريم اهو زي ما انتم شايفين اهو. وحطيناه في التلاجة لتاني يوم. دلوقتي انا هطلع منه هسمي الله كده بمعلقه مثلا، بدل ما فيش بتاعه الجيلاتي يبقى بمعلقه اهو كده اهو. كده اهو كده اهو. احط
اهو يا جماعه الايس كريم اهو زي ما انتم شايفينه. تمام. وبالمعلقه، وده الباقي اللي انا باخد منه اهو. تمام. منتهى السهوله، اللي هيخش على الصفحه ان شاء الله هيلاقيه معمول ازاي بالظبط، سهل جدا جدا زي بتاع المحلات اهو. تعالوا اتفضلوا معانا.